يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده هعمل معاكم عصير مانجا بالايس كريم واللبن. بجد كان طعمه حلو قوي. هتستغربوا طبعا الوصفه، بس بجد جربوها مش هتندموا. اول حاجه انا جبت المانجا، كان عندي مانجا في التلاجة، فرمتها كده نص فرمه وابتديت ان انا اوزعها في الكوبايات. وجبت الخلاط، طبعا نفس الخلاط يعني مش هغسله، ده مطرحه مانجا. وحطيت فيه كوبايه كبيره من الايس كريم. طبعا على حسب الكميه اللي انت عايزاه، ممكن تزودي لبن تخليه خفيف، بس انا حبيت ان انا اخليه تقيل، كانك ايه بتاكلي كده ايس كريم سايح شويه. وحطيته في الخلاط، وجبت بقى ايه، طلعت المانجا ولقيتها لسه مجمده. رحت ايه، الجيش قالك اتصرفي. انا كان عندي مانجايتين كده في التلاجة، كانوا مغضوبين عليهم مش عارفه ليه. رحت جايبه واحده وقشراها مقطعاها وحطيتها ايه على الايس كريم، وحطيت عليهم شويه لبن صغيرين نص كوبايه. وابتديت ان انا افرمهم. انا ما حطيتش ولا معلقه سكر ولا عسل ولا اي حاجه، وابتديت ان انا اوزعهم في الكوبايات. وبقيت المانجا اللي انا فرمتها نص فرمه في اول الفيديو، حطيتها كده من فوق الوش، يعني حطيت في اول قعر الكوبايه، مع كده حطيتها في الاخر تديها كده شكل كده ايه ولون جميل. انا كنت في مكان يعني وشربت العصير دوت وعجبني قوي، فضلت وراه لحد ما عرفت النتيجه ايه. ما تنسيش اللايك بتاعي. باي باي.